السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعد غياب 451 يوم، كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي من جديد ويصنع هدفان ويسجل الثالث أمام سموحة. في ليلة تألق الجميع، الأهلي يفوز على سموحة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، ويضرب موعد مع بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر. بعد تألق كهربا، صياح في 100 عقبة وعلى قناة الزمالك. مرتضى منصور: أنا كنت ناوي أقسط لك الغرامة يا كهربا، لكن بعد اللي أنت عملته في مباراة سموحة لازم تدفع المبلغ بالكامل. وأمير مرتضى: سنقدم شكوى جديدة ضد كهربا بسبب مشاركته في الأهلي أمام سموحة، والأهلي سيدفع ثمن هذه المشاركة كثيرا، والزمالك لن يترك حقه. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم نادي هيونداي الكوري الجنوبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية. ووصلت المفاوضات التي يقودها أمير توفيق مدير التعاقدات مع النادي واللاعب إلى مراحل متقدمة لضم المهاجم البرازيلي خلال الساعات القليلة القادمة. سرية تم في النادي الأهلي عن اسم المحترف الثاني والذي يسعى الأهلي لضمه خلال الشهر الجاري، ولا يعلم تفاصيل المفاوضات إلا الثنائي محمود الخطيب رئيس النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات. وتم التواصل لاتفاق مع نادي اللاعب، وتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة لإتمام الصفقة. مصدر من النادي الأهلي: الأهلي لم يتفاوض مع بشكتاش لضم جاكسون موليكا، والأمر لم يتخطى سوى الاستفسار من ناديه في وقت سابق عن إمكانية بيع اللاعب، ولكن هو لاعب سيظل الأهلي راغبا في ضمه. في بيان رسمي، اتحاد الكرة يعلن تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. محمد مغربي يقترب من الخروج من النادي الأهلي معارا إلى سيراميكا كليوباترا، وكريم الدبيس في طريقه لسموحة لنهاية الموسم. الأهلي يصرف النظر عن قرار إعارة أيمن أشرف، واللاعب سيكمل الموسم مع الفريق رغم أن كولر غير مقتنع بقدراته الفنية والبدنية في الفترة الأخيرة. ووافق اللاعب من قبل على إعارته للبنك الأهلي، ولكن تم التراجع عن القرار من قبل الإدارة. محمد شبانة المهاجم الجديد للنادي الأهلي قد يكبد خزينة النادي مبلغ يصل إلى 3 مليون دولار. والأهلي لديه اثنان أو ثلاث مهاجمين في الترشيحات، وهناك مفاجأة يجهزها الأهلي للزمالك في مباراة القمة يوم السبت القادم. تعديل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري لتنطلق الساعة 8:30 مساء بدل من الساعة 7. ظهور مميز لصفقات الأهلي الجديدة أمام سموحة، وإشادة كبيرة من جماهير النادي الأهلي باللاعب الشاب كريستو في الدقائق القليلة التي شارك فيها في المباراة. قبل مباراة الأهلي وسموحة، انتقادات قوية لمارسيل كولر من وليد صلاح الدين: كان لازم كولر يبدأ بشريف وقفشة علشان يخلص الماتش بدري، وحتى الآن كولر غير مقنع. مارسيل كولر: لازال لدينا الوقت للتعاقد مع مهاجم حتى نهاية الشهر. المفاوضات تكون مرهقة ونحصل على موافقة اللاعب وناديه بالإضافة للتكاليف المالية، وواثق من أن الأهلي سيتعاقد مع المهاجم قبل نهاية الشهر. تم اختيار المهاجم بالفعل ولن نتحدث في أي شيء حاليا. لا زال هناك متسع من الوقت حتى يوم 31 يناير موعد غلق باب القيد المحلي، ولدينا قائمة فيها العديد من اللاعبين، ولدينا طاهر وبيرسي تاو أيضا. إذا تم التعاقد يجب أن يكون لاعب أفضل من الموجودين. حمدي فتحي يخرج بديلا أمام سموحة بسبب الإصابة، واللاعب يخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مباراة القمة. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل أخبارنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.